مساء الخير يا مسروح. ايه مش فاكراني ولا ايه؟ انا ماهر ابن الحاج منصور، اتقابلنا امبارح في المستشفى. افتكرتك انت اخو علي. اخوه؟ عمو انا مش جاي اتكلم عن علي. تعرفي ان دي اول مره اجي فيها الدار من سنين. طب نورت، عن اذنك. لا استني، شكلك كده مش فاهمه معنى كلامي. بقول لك اول مره اجي فيها الدار من سنين، يعني رجلي مش واخده على هنا. تفتكري بقى ايه اللي عيني شافته خلت رجلي غصب عنها تيجي هنا لحد الدار؟ لا مش عارفه تقصد ايه، بس ايا كان قصدك فهي اكيد حاجه تخصك ما تخصنيش. بقول لك ايه، انا عايز اتكلم معاكي. ما تيجي اعزمك في مكان سهر تحفه هيعجبك قوي. المكان هنا شكله كئيب ويجيب الفقر. لا شكرا، انا ماليش في الكلام ده. ما تقلقيش، محدش هيعرف حاجه، كله في السكرته. وبعدين يعني ما انا لسه عارف من البواب انك بقيت هنا بقالك يومين، فاكيد انت متضايقه ومحتاجه تغيري جو، فقشطه يعني. لو سمحت كفايه. ايوه يا بابا علي، ماهر هنا وبيغلس على مسروح. ايوه. مساء العسليات يا حلاوه. عامله ايه يا بت امنيه؟ بت ايه بت دي؟ ما تزعلش يا جميل، بهرج معاك. قابلتك فين؟ عايزه في ايه؟ موضوع خصوصي. خير. ما يخصكيش. ايه؟ في ايه يا امنيه؟ انا جلجل كيمي. الله اكبر. طب صدق بالله ومالكي عليا اي حلفان. انا حالف من ساعه ما اعتزلت الفن ان اعمل حفل اعتزال وانت اللي تغني فيه زي لعيبه الكوره. تمام. حكم الطبال ما يفرقش حاجه عن لعيب الكوره. لعيب الكوره بيرقص لعيبه، والطبال برضه بيرقص لعيبه. ده ايه الدخله الهبله دي يا جلال يا دربوك؟ امنيه، خير. ما تروح تجيب لنا لب ابيض. ابيض او اسود. جراها كاميليا، مالك في ايه؟ بتصل بيكي ما بترديش. قلت اجي اعاتبك وافكرك بالبدايات. انا اللي وقفت جنبك، ده انت حقك تبوسي ايدي. هو احنا مش هنخلص بقى من الاسطوانه الهبله دي ولا ايه؟ بتتصل بيا وانا مش عايزه ارد، ماليش نفس. ملكيش نفس ولا عامله حساب حبيب القلب علي؟ اوعى تنسى نفسك يا جلال يا دربوكه، وعلي كلاي ما تجيبش سيرته على لسانك. يا ست ما غلطناش، انا جاي احمي مال حمايه. ومشيك مع علي كلاي ممكن يبوظ الشغل. خلصت؟ خد بعضك بقى وامشي دلوقتي لحسن الم عليك الصلاه بره واعمل لك ماتش اعتزال كده على خفيف. فيها كاميليا يا بنت، انا بحبك وعهد الله بحبك. وهمة دي لو قلت لها طلقها دلوقتي واجي لك جاريه هعمل كده. علي ما بيحبكيش ولا شايفك، انا بس الوحيد اللي شايفك. امنيه، بنت يا امنيه. ايوه يا ابي. خرجي اي حد غريب بره الاوضه، وتاني مره ما تدخليش حد من غير استئذان. بالسلامه يا جلجل. جبت اللب يا امنيه؟ أزأزت. ايه اللي انت عملته ده يا علي؟ حد يا ابني يروح للبحر الغريق ويرمي روحه؟ مش حذرتك قبل كده من مختار السنه دي؟ طول عمري بقول عليك عاقل وبتحسب الخطوه قبل ما تمشيها، تقوم تروح لعش الضبابير وتزيحه بايدك. كنت عايز نعمل ايه يا حاج؟ اسيبك ساح في دمك؟ انا مسكت نفسي بس عشان خاطر ولادك، بس كان لازم مختار السنه دي يعرف ان احنا ما بنسكتش على حقنا. ما هو مش هو يا علي، مش هو. مش هو؟ بتقولها بالفم من مليان؟ امال مين اللي عملها؟ الله اعلم. ما ترد عليا يا حاج، مين اللي عملها؟ خلينا في المصيبه اللي انت عملتها دلوقتي. مختار السنه دي ده يا ابني مش هو الراجل اللي احنا نقف قصاده ونعاديه. الراجل ده سايبنا نكبر في السوق بمزاجه وتحت حمايته. علي، لو انت بتخاف على زعلي ويهمك امري اسمع كلامي. وانا ماليش خاطر عندك للدرجه دي. ما تقولش كده يا حاج، كلمتك سيف على رقبتي، وانت عارف اني ما استحملش عليك الهوا الطاير. لولاك ما كانش هيبقى في عليك لغاي. انت اللي خدتني من وانا حته لحمه حمرا في الشارع، لا اب ولا ام ولا اهل. خدتني في حضنك، ربيتني وراعيتني وكبرتني وسط عيالك وعملتني كاني من صلبك زيهم. مفيش حد في الدنيا دي بيعمل كده دلوقتي. انا مديون لك بعمري كله يا حاج.
انا اللي ربنا اكرمني بيك يا علي. وانا عيل صغير يا حاج، لما كان حد بيقول لي يا لخيط ما كنتش فاهم معنى الكلمه دي، لحد ما في يوم لقيتك بتتعصب على حد قالها لي، لقيتك بعلو صوتك بتقول لهم لا، علي لي اب وام، واللي هينطق الكلمه دي تاني انا هاكله بسناني. ساعتها انتبهت وفهمت معناها، ومن يومها فضلت الكلمه دي الكابوس اللي ملازمني طول عمري. عشان كده اول ما قلت لي عايز اتعلم لعبه البوكس خدتك وجريت بيك وديتك للكابتن سعيد عشان يمرنك. فرحت، قلت يا حاجه تفش فيها غلك، تفضي طاقتك وصحتك، بدل ما كل يوم تجيب لنا مصيبه مع عيل من العيال. اخويا حبيبي، يا ريتني كنت انا وانت لاقيه قلب اختك. مالك يا منصور؟ الف سلامه. الله يسلمك يا فاتن. ده انا ميادة لما قالت لي قلبي كان هيقف من الخضه، ركبت العربيه وطرت وجيت من دمياط. ايه بس تعبتي روحك؟ كنت استني لما تبيع البيت الاول وتقضي مصلحتك وبعدين تيجي. ليه يعني وانا عندي كام اخ؟ وبعدين الحمد لله ربنا كرم، بعت البيت الفقر ده ب 52 مليون بس، 1500 متر هناك كانهم 200 متر هنا. حلوين يا حماتي، بيت ب 52 مليون جنيه في دمياط، 9 ادوار، يعني هجيب اكتر من كده. انا والله ما كنتش عايزه البيت ده يتباع، اهو كان حاجه من ريحه ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. عموما يا ميادة يا بنتي، انتوا مالكوش حد هناك، يعني كده كده البيت كان هيتركن على الفاضي. المهم انا دفعت فلوس المستشفى ولا كلمه، انا وانت واحد ولا ايه؟ هقول لك ايه وانا هصد معاكي؟ غاويه تتعبي روحك. تعبك راح يا قلب اختك. وانت يا علي مش ناوي تريح قلبي انت كمان؟ يرضيك يا منصور 6 سنين متجوزين من غير خلفه؟ يا اخويا انا عايزه اشيل احفادي يا سيدي، سفرك وعلاجك وكل حاجه على حسابي لحد ما تبقى كويس. كتر خيرك يا عمتي، احنا مش محتاجين حاجه الحمد لله، وربك يسهلها. عموما انا هديت ميادة بكلمتين، وانت برضه بالراحه عليها شويه، البت اصيله ومستحمله فعلا. الف سلامه عليك يا اخويا. الله يسلمك. رحت دار الايتام ليه يا ماهر من غير ما تقول لي؟ امشي انت دلوقتي، انا حر. رحت اطمن على املاكي يا جدع. املاكك؟ اه، انت ناسي ان الارض اللي عليها دار الايتام دي ملكي ولا ايه؟ يبقى انت ما تعرفش. روح اسال الحاج منصور، هيقول لك ان الارض دي بتاعت علي كلاي. انا اشتريتها منه ومسدد فلوسها كلها. اي نعم وقف جنبي وسدد لي ثمنها على سنين، بس انا دافع اخر مليم، عشان لا مؤاخذه لما بحب اعمل خير بعمله من جيبي عشان اخد الثواب كامل. انت بتقول ايه؟ وامتى حصل الكلام ده؟ روح اسال الحاج منصور ابوك هو يقول لك. والمناسبه الحاجه الماس كمان عارفه، وفي حاجه مهمه لازم تعرفها، الارض كلها بتاعتي، النص اللي مبني على الدار والنص اللي لسه ما اتبناش، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا ان انت بتخبط فيا. الحركه الخايبه اللي انت عملتها مع البنت الغلبانه اللي اسمها روح كانت في وشي. خلاص يبقى نلعب ملك وكتاب. مش فاهم. ملك وكتاب، لو انت كسبت يبقى تختار واحده منهم، يا تختار روح يا كاميليا. انت لحقت، ده انت لسه عارفها النهارده. ماشي، لو عجبك البت هجوزها لك، يمكن ربنا يصلح حالك. حالي ماله يا علي؟ انا ماهر منصور الجوهري اصل وفصل. خلي الجواز ده بقى لواحد زيك عايز عيل عشان يقنع نفسه ان ليه اصل وجدر. بس يا خساره يا علي، الارض بغور ما بتطرحش. انا هقوم امشي عشان شكلك تقلت في الشرب ودماغك ونونت بدري. ربنا يتوب عليك.
معلش يا كمالي لازم امشي، هبقى اكلمك. لا استنى، مين البت اللي انت اتخانقت معاها وخدتها في عربيتك وطرت؟ مين اللي قالك على الحوار ده؟ اخوها جري ومعاه ناس وعامل حوار كبير قوي. اخوها؟ والبت شكلها طفشانه من اهلها ومش هيسكتوا. وانا مالي؟ يروحوا يدوروا عليها بعيد عني. امنيه شافتك وانت بتجري وراهم يا علي، انت بتكذب عليا؟ ايه علاقتك بالبت دي؟ يا كمالة في ايه؟ حركة مجدعة واتحطيت فيها. لقيت بنت بتصرخ وناس خاطفينها حاطينها في العربية، جريت وراهم وخلصتها منهم. بعدين عرفت انها ملهاش متوى، صعبت عليا خفت ارميها في الشارع، خدتها دار الايتام مع العيال الصغار. اقسم بالله العظيم ما اعرفها. طب خلي بالك بقى عشان اهلها عاملين نوش وكانوا هيموتوا ويعرفوا طريقك، بس انا ما ريحتهمش. اصيلة حبيبتي. طب ادخل بقى استناني، هخلص نمرتي يا دوبك 3 اغاني واخلع نتعشى سوا. لا معلش عارفين انا النهارده، انا باجي لك يوم تاني. باجي لك والله. بني كويس ها؟ دماغي هتتفرتك من الصداع. هدخل اعمل كوبايه يا سونا. بس مش حرام، مش حرام. ايه هي تونه حبيبتي اللي قبل ما قالتلكيش؟ انا ميدو طليق ماما، اتجوزنا اوام اوام واتطلقنا اوام اوام. معلش كل حاجه بتيجي بسرعه بتروح بسرعه. لم لسانك يا ميدو. تاني ياما. ده كان على سنة الله ورسوله يا اختي، انا ما غلطتش. لا بعدين بقى، بعدين تقعدوا تتصافوا وانتوا بتشربوا الشاي. انا جاي في مصلحه في السريع وخالع. بص كده يا ست الكل. نهار اسود. يخرب بيتك. ايدك. تخيلي بقى انا وماما في الاوضاع المخله دي منتشرين على النت. فاتن هانم الجوهري اخت المعلم منصور الجوهري تتصيح لها وتبقى ترند للجيل كله. انت غايب بتهددني يا صايع يا زباله، ده انا اخش فيك السجن. يا وليه يا بطلي بقى حلقات. ايدك من عليها. لا ايدك انت وهي يا حبيبتي. لغايه دلوقتي انا مش جاي في الصياح، لكن بعد كده بقي مش هيستر. فاتن يا جوهري انا عايز منك 1,000,000 جنيه، لان لو شرفك هتبقى فضيحه لعيله الجوهري تمر. قدامك يومين، يا تحضري لي اللي طلبته يا ما تعيطيش بقى بطه انت وبنتك. سلام. فوق.